مساءكوا فل. هقول لكم ليه العربيات الكهرباء مش افضل اوبشن طالع دلوقتي زي ما ناس كتير فاكره. العربيه الكهرباء اول مشكله فيها ان اي بارت او اي قطع غيار ليها، واكبر قطعه غيار فيها هي البطاريه، غاليه جدا، بتكلف من 20 ل 30 الف دولار علشان تتغير، ما بتتصلحش. تاني حاجه ان انت تلاقي مكان تشحن فيه العربيه وانت ماشي على الطريق صعب، لسه ما توفرش في كل حته. تالت حاجة ان هي بتديك رينج معين، انت لازم تمشي بالرينج ده. طب انت دلوقتي على الطريق وانا عايز اشحن العربية، عايز اكمل، مش هتقف في البنزينة وتحط بنزين، فانت مضطر ان انت تدور على تشارجنج ستيشن وتفضل قاعد لك ساعة ولا ساعتين او whatever time يعني العربية بتاخده، وتشحن العربية بعد كده تكمل في طريقك. تالت حاجة لو انت عايش بره مصر وعايش في ولاية ان الجو بتاعها ساقع زي ما حصل هنا في امريكا، كانت العربيات من بره عليها ايس من كل حتة، الناس مش عارفة تفتح الباب. هتخش العربية ازاي والباب انت لازم بالمفتاح، الباب او الاكرة بتاعت الباب بتطلع لك بره، هتطلع ازاي والعربية عليها تلج؟ مشكلة تانية من مشكلة العربيات الكهرباء ان العربية مثلا انت بتبقى عاملها على درجة حرارة معينة، مثلا عاملها على درجة حرارة مثلا 20 ولو يكن مثلا، ودرجة الحرارة بره نزلت بقت 10، العربية البطارية بتاعتها بتفضل تقل وتقعد تقل 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 عشان انت مخلي درجة حرارة عربيتك على سيستم معين. حاجة برضو من الحاجات السكيري برضو في العربيات الكهرباء ان هي سوفت وير سيستم ايزي تو بي هاكد، تقدر تلعب في السيستم ده في اي وقت. عايز تعمل ابجريد بتخش على السيستم اكنك قاعد على الموبايل بتاعك بالظبط عادي، انا عايز اعمل ابجريد، عايز اخلي العربيه تمشي لوحدها، ده سوفت وير سيستم فكرته مرعبه. فالعربيات الكهرباء لو الناس فاكره ان هي هتوفر لك بنزين، اللي انت هتوفره في البنزين لمده 10 سنين هتدفعه مره واحده ببطاريه، وهتمرمطك وانت عايز تقف في اي حته تشحن، عايز طالع انا والعيله سفر، هتشحن فين؟ هتقف فين؟ مفيش بنزينه في كل حته تشحن فيها. فالعربيات الكهرباء مش افضل اوبشن. يومكم فل.